ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم ازاي تفتح محل حلاقه ويكلفك كام وسعر الحلاقه كام وكل التفاصيل. ده شغل بالنسبه للحلاقه في البرتغال. اول حاجه لازم تعرفها، لازم ان انت تعرف ان انت لازم تكون حلاق متمكن جدا، او ان انت لو ناوي تفتح صالون لازم تجيب صنايعي يكون متمكن جدا، بيعرف يدرج، بيعرف يحدد اللحيه، بيعرف يرسم، بيعرف يعمل كل حاجه. لان انت هنا هتلاقي العجب، هتلاقي حد بيقول لك ارسم لي حاجات غريبه في شعري وفي دقني. انا طبعا جاي عشان احلق، خليكم تشوفوا الحلاقه، انا اللي هي نظره في الحلاق اذا كان حلاق كويس ولا حلاق تعبان. فده من ضمن الحلاقين اللي هم متمكنين من الاخر. احلق بقى، شوفوا القرعه. اصلا انا مفيش شعر، بس عندي الجناب هنا ايه، بحب اشيلها لان انا عندي هنا فاضي، فبشيلها كلها زيرو. طبعا بشيلها لنفسي وبحلق لنفسي، بس انا بصراحه دلوقتي ما عنديش وقت. في نفس الوقت يدرج لي اللحيه ويرسمها لي بقى، فانتوا هتشوفوا بعد كده انتوا تحكموا بقى. قرعه ما شاء الله منوره، يعني منوره. هنشوف في الاخر. على فكره عايز اقول لكم على حاجه، اصعب حلاقه حلاقه القرع. اه والله. هو بيضحك، انا مش عارف هو بيضحك ليه. هو طبعا برازيلي بيتكلم برتغالي، ولكن خلينا نشوف في الاخر. اهم حاجه عندي التدريجه ما بين اللحيه، الشعر والدقن، هو ده بقى اللي هيبين. وطبعا الخط اللي هيرسموه لي هنا. اكتر الحاجات اللي هي بتبقى ناجحه والمشاريع الناجحه في البرتغال هي مهنه الحلاقه، سواء للرجالي او للنسائي. فانت لو بتفكر تيجي البرتغال بفيزا السياحه وتفتح مشروع دوت، لو انت بتعرف المهنه دي، او ان انت تفتح مشروع وتجيب صنايعي او اتنين سواء في الرجالي او في الحريمي، انا بقول لك المشروع ده ناجح جدا، خصوصا لو كان يعني صنايعي انت تعرفه وبتعمل له اختبار ويكون شاطر. صدقني هتكسب كتير، وفي نفس الوقت لو انت جايب فيزا السياحه هتاخد اقامه، وفي نفس الوقت كمان هتدخل فلوس، لان المهنه دي من اهم المهن المطلوبه في البرتغال. قبل ما اقول لك ازاي تفتح صالون، لازم تعرف ان الحلاقه هنا ملهاش سعر. يعني ممكن تلاقي محل بيحلق ب4.5، ومحل تاني بيحلق الشعر ب5، ب8، ب10. كل واحد ليه تسعيره، وممكن التسعيره دي توصل ل 25 يورو على حسب المكان اللي انت فاتح فيه. خلينا بقى نقول دلوقتي ازاي افتح صالون في البرتغال، او ازاي افتح كوافير في البرتغال. طبعا الكلام سواء رجالي او حريمي، وهيكلفني كام، وايه الاوراق المطلوبه، ولو انا جاي بفيزا السياحه ومعيش اقامه ازاي افتح صالون. اول حاجه تعملها لازم تدور على محل. طب المحل ده بيكلفني كام؟ المحل ده بيكلفك على حسب المكان اللي انت هتختاره. في اماكن مثلا في حته اسمها امادوره وفي قرنشيد ممكن تلاقي ايجار المحل بيبدا من 300 او 400 يورو. بس طبعا الاماكن اللي بتبقى زي دي بتبقى في شوارع جانبيه وما بين البيوت، وبتلاقي العملاء او الناس اللي هتيجي عندك ممكن تكون محدوده، وهتتعب شويه لحد ما تعمل زبون. وفي كمان اماكن تانية ممكن بتكون على شوارع برضو رئيسية، ممكن بتلاقيها اغلى من كده برضو، في امادورا، في قرنشيط، في لشبونة، في انجوس، في مارتي مونيش. على الشارع بتبدأ معاك من 600 و700، معاك لحد ممكن توصل كمان 1000 و1200 لو على شارع رئيسي وبيمشي فيه السياح، اللي هي بتبقى في شوارع اللي هي بتبقى خاصة بالمترو والترام والأماكن اللي بيكون فيها مطاعم. فاللي أنا عاوز أقوله لك هو ممكن يبدأ من 300 400 يورو لحد 1000 1200. طب بالنسبة إن أنا جاي سياحة أقدر أجر محل؟ تقدر تأجر محل. فممكن صاحب المحل تدفع مثلا ليه شهرين 3 مقدم، عشان خاطر أنت لسه طبعا ما معكش إقامة، ولكن بتقدر ان انت تأجر. يعني حتى لو هو مش هياخد منك شهر مقدم وشهر تأمين، ممكن بتدفع له مثلا شهرين. في ناس تقول لك 3، في ناس بتوصل تقول لك انا عاوزه 6 شهور مقدم. طبعا بعد كده انت لما بتكتب العقد بتطلع حد بيضمنك في رقم النيف، وبعد كده بتفتح نشاط اسمه نشاط اكتيفيداد بيكلفك 360 يورو في حال ان انت هتفتحه لنفسك وبتعرف تتكلم برتغالي. لكن لو ما بتعرفش تتكلم برتغالي لازم يكون ليك ضامن عشان يضمنك في الاكتيفيداد. والاكتيفيداد نوعين: نوع اللي انت تقدر تفتحه لو انت هتشتغل عند نفسك، ونوع لو انت هتفتح مشروع لنفسك، بيبقى نظام زي شركة كده صغيرة. المهم انت لو مش هتعرف ممكن برضو بتخلي شركة او بتخلي اي حد برتغالي او عنده اقامة يساعدك في الموضوع ده.
اهم حاجه اللي انا عاوز اقوله لك، في اي مشروع هتختاره ما تسترخصش وتاخد المحلات اللي هي الجانبيه، حاول تختار المكان الصح. اي نعم ممكن يكون ايجاره 500 او 600 او 700، ولكن اكيد المردود في الربح سواء كان مطعم او حلاق او كافيه لما يكون في مكان حي ده بيبقى ليه عامل كبير جدا. ولما يكون برضو صنايعي شاطر سواء في اي مهنه هو متمكن منها ربنا بيكرمه اخر كرم. انا خلصت، انتوا بقى ايه تشوفوا وتحكموا وتقولوا الراجل ده معلم ولا مش معلم. Muito obrigado. Obrigado a você. Ok, انا بشكره. E antes vamos para ti. Quanto aqui? Quanto? É 12. Quantos lá? Cabelo, quanto? Cabelo é 10. 10. Yeah. Outro barbeiro fazer máquina, lamina, quanto? Tudo. Quanto tudo aí fica 12. بالنسبه للسعر برضو هنا يا جماعه عشان خاطر تبقوا عارفين، هو خد مني 12 يورو بالنسبه لشعري واللحيه. ففي اماكن طبعا ارخص في لشبونه بتشلك بالمكنه كده وبتاع مش عارف ايه، ممكن بتشلك ب 4 يورو ونص وب 5 يورو، ولكن لو انت عاوز تحلق حلقه محترمه بتبقى ما بين 10 يورو و 15 يورو، فهو بياخد 12 يورو عموما. ونشوفكم في حاجه جديده، ودي كانت الحلقه. السلام عليكم. عليكم السلام.